السلام عليكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو من السيرة النبوية المطهرة، معركة الخندق. هذه المعركة دارت بين المسلمين والمشركين، وهناك 3 قوى اجتمعت ضد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هم المشركون في مكة وما حولها، واليهود في المدينة، والمنافقون في المدينة. كيف دارت أحداث المعركة؟ اتفق المشركون بقيادة أبي سفيان في مكة مع اليهود والمنافقين في المدينة على الهجوم ودخول المدينة والقضاء على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فجهزوا المشركون جيشا مكونا من 10,000 مقاتل، كان عدد المشركين 10,000 مقاتل. واستعد المسلمون للدفاع عن الإسلام وعن المدينة المنورة، وأعدوا جيشا مكونا من 3,000 مجاهد. ثانيا، حفر الخندق بعد استشارة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صحابته المسلمون عن خطة المعركة. اقترح الصحابي الجليل سلمان الفارسي على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحفر المسلمون خندقا حول المدينة لحمايتها، فقبل الرسول الاقتراح وحفر المسلمون الخندق. وهنا المناقشة، يقول هنا: اجتمعت 3 قوى ضد المسلمين، ما هي وعلى أي شيء اتفق المشركون واليهود والمنافقون على مواجهة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومقاتلته؟ كم كان عدد المسلمين المشاركين في معركة الخندق؟ 3,000. وكم كان عدد المشاركين أو المشركين الذين شاركوا في المعركة؟ هم 10,000 مقاتل. ثالثا، ماذا عمل المسلمون لحماية مدينتهم من الغزو؟ حفروا خندقا. ومن الذي اقترح العمل؟ سلمان المحمدي أو سلمان الفارسي. رابعا، من الذي استطاع عبور الخندق ومهاجمة المسلمين؟ هو عمرو بن عبد بن ود العامري. من فرسان المسلمين الذي تقدم لقتل من عبر الخندق؟ هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. سادسا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن المواجهة بين عمرو وبين علي بن أبي طالب؟ قال: برز الإيمان كله إلى الكفر كله. سابعا، ماذا حل بالمشركين بعد ذلك؟ هنا ماذا حل بهم؟ ثم أرسل الله العواصف على جيوش المشركين فمزقت خيامهم وقلبت قدورهم ودمرت طعامهم، ففروا من أرض المعركة وعادوا مهزومين إلى مكة المكرمة، وقد نصر الله ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ودمر أعداءه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.